شكرا للجمعية المنظمة على هذا اللقاء الجميل بهذا الحضور الجميل من الشباب، وكذلك شكرا لأساتذتنا الأفاضل على ما أبدوه من دراسات جيدة وجميلة، وشكرا للسيد رئيس هذه الجلسة وقد سماني بالقاس والشاعر والمسرحي والروائي. ربما في هذا اللقاء نسيت أنني كذلك، لأن اسمي لم يرى من طرف أخي وصديقي الذي أعزه وأجله الأستاذ بدر عيسى. ربما عندما ذكر الجمعيات النشيطة والتي تعمل داخل هذه المدينة الفاضلة والمشاهدة، وذكر الجمعيات وقال أعتذر لمن لم أذكر اسمه، قلت معليش ربما نسي جمعية ملتقى الفن والإبداع. وعندما ذكر القصة وروادها قلت ربما يعتذر نسي اسمي خطأ أو سهوا وسقط منه ذلك. وعندما ذكر المسرح قلت ربما أيضا كذلك، ولكن أنا جالس أمامه ربما له سببين قد أراهما. ربما أنني غير محسوب على هذه المدينة التي قضيت بها رضحا من الزمن، وأنا الآن في العقد الثالث منها وأحبها وكتبت عنها، بالرغم من أن أدباءها أي الذين يتواجدون بهذه المدينة لم يكتبوا عنها ولا سطرا، وقليل منهم من كتب فأجاب، والأكثر لم يكتب عنها ولا سطرا واحدا. وكتبت بجرأة عن مدينة الناظور، وربما لكوني لست من هذه المدينة ولم تشفع لي سنوات العقود الثلاث التي قضيتها هنا عملا إدارة وبجد وإخلاص وبتفاني، ومعروف عني كلمة الحق، ولم أمد يدي لأحد كيفما كان، لا مسؤولا ولا مرؤوسا ولا رئيسا. هذا ما حز في نفسي. ولكن عندما أكون في ملتقيات خارج مدينة الناظور فإنني لأعجب لأناس يذكرون أدباء الناظور بأنهم أعلام. محمد هي قسمي في اللابيبيوغرافي ديالو اللي كيديرها عن الأدباء أول ما يذكر أدباء الناظور، ونحن هنا نعيش ولا يذكر اسمنا، مع العلم أن أنا لا أقول صديق أحبه دائما، أقول له والله إنك أعز صديق إلى قلبي، ولكن للأمانة يجب أن نسجل هذه المسألة لأنها حقا كما قالت الأستاذة أمينة بالروادي أن تشفع لها هذه السنوات حتى تقدم على أنها حصلت على الجائزة الأولى في الرواية العربية، وكانت إلى جانب أسماء لامعين في الكتابة العربية في كتابة الرواية، وأنا كنت حاضر عند تتويجها بالجائزة الأولى وكتبت عنها. كان بإمكاني أن أكتب عن شخص آخر، وكان بإمكاني أن أنتقدها، وكان بإمكاني أن أحبط عزيمتها، كان بإمكاني أن أضرب في جائزتها، ولكن أخلاقي وكذلك علمها وأدبها وروايتها وجديتها تفرض علي أن أقول فيها كلمة حق. كان بودي أن أتحدث إلى الأستاذ في الحقيقة الأستاذ عبد المنعم شوقي، لأنني رجل إعلام، وبالمناسبة كانت إحدى الجمعيات من الصحفيين يريدون تكريمي إلى جانبي الأسماء من مثل أستاذنا القيم عبد المنعم شوقي، فاعتذرت له لسبب واحد. قلت له أنا كتبت أول مقالة كانت لي بجريدة محرر سنة 1977،
وعندي ما يزيد عن 600 مقال، ولا أتوفر على مقال واحد منها الآن. كيف سيقوم أحد من الجمهور أو من المتتبعين والمهتمين فيقولون لي أرينا ما عندك من مقالات، فماذا أقول له؟ فجاءني أحد الشباب يوما وهو محمد بكرش رضي الله عنه، فقال لي أستاذ ستكرم بصفتك إعلامي سابق، ولك مقالات في أكثر من الجرائد الوطنية، في أكثر من جريدة، في أكثر من عشرات الجرائد، في المحرر، في البيان، في العلم، وبالوثائق والحجة. قلت ليس لي مال أقدمه لهؤلاء، فبدني ب150 مقالا لشخص متواضع. يومها بكيت لما رأيت مقالاتي، وكنت عندما أقول لك مقال سئلت عنه من طرف لديستي، ومقال سئلت عنه من طرف السلطات المحلية، ومقال بكيت عليه وبكيت من أجله، فإنك لا تصدق في السنوات التي كانت فيها كان للقلم يقعد. عندما كتبت مقال تحت عنوان نفخة في المسمار، وكثير من الإخوان يعرفونها من أصدقائي، عفوا أيها السادة، ولا أدري من هم السادة، عفوا أيها السادة إذا ما بحت لكم بسر يضيق له صدري، فأنا أعلم أنكم قوم تسامح، وأنكم عاشقون للدل والوداعة حتى الدبالة، تمدون أيديكم للعدو قبل الصديق، وخيركم لغيركم عنوان للشهامة، وأنا بينكم راو للتاريخ، أحكي عن بطولات خلت من 100 وألف عام، وأحكي عن أطفال شياع ومدن من رماد ودخان، وكشهرزاد أكف عن الكلام المباح لألقاكم أقساما بين أحضار شهريار، تمسحون لحيته، تعلقون سيوفكم الخشبية خارج الدار، وتعصرون من دماء الصغار أقداح خمر، وتقرؤون في الكتاب أن القناعة كنز لا يبقى، وأنكم مقتنعون بقضاء كل جبار عنيد، مستجيبون للقرارات الأممية ولمجلس الأمن. فعفوا أيها السادة من بني شيبان وقحطان وأمية، إذا ما قلت لكم أنني لست برجل سياسة ولست بشاعر ساسة، أنا من قوم يصنعون من القشر زعامة، من قوم فقدت طفلتهم البكارة. فعفوا أيها المتسامحون إذا ما كنت قد أذنبت أو كانت نفخة مسمار شتيمة. هذا المقال الذي نشر في جريدة الأسبوع الصحفي في التسعينيات من القرن الماضي كان سيعصف بمستقبلي، وكان سيعصف بعائلتي، حتى أن يومها كان لي أخ وهو كان عميدا بإدارة مراقبة التراب الوطني ومسؤولا، جاء فصفعني على وجهي فقيل لي في المؤسسة التي أعمل فيها من طرف المسؤول رحمه الله، سير هو السبيبي كان باشا لهذه المدينة، قال أنا مأمور أن أستفسرك عن ذلك المقال فأعلن ولا قلت إن الملك ابن عمي وأنه من أبناء عمومتي وأنا شريف إدريسي، فلا يمكنني أن أقول في شيء في وطني، وإنما في من يخدم وطني، في من يخون وطني ويخون المثقفين في هذا البلد. كلمة مختصرة وأنهي بها في مجال الإعلام. حقيقة أن الإعلام قد يكون ختم النبيين والمرسلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر أكيد ومؤكد. وأن الإعلام منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام، لأن مفهوم الإعلام كمصطلح هو الخبر والنبأ والعلم واللسان، وهذه كلها وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال أنبئوني بأسمائكم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفي مجال اللسان قال ربي
اجعل لي من أهلي وزيرا من أهلي هارون أخي، لأن هارون كان أبلغ وأبين لسانا من موسى عليه الصلاة والسلام، وكان أفصح من موسى عليه الصلاة والسلام، بالرغم من أن موسى قال الله فيه سبحانه وتعالى إني اصطنعتك لنفسي. والرسل هم إعلاميون من الله سبحانه وتعالى لأممهم، ومحمد لسائر الأمم. محمد صلى الله عليه وسلم كان أكبر إعلامي. قد نقول أنه لم يكن مثقفا بهذا المفهوم، أي كان أمي، ولكن هذا مصطلح آخر قد نناقشه باعتبار أنه علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. الرسول صلى الله عليه وسلم اصطنعه الله أيضا بنفسه، والإعلام له مكانة عندنا وقدسية، وقد تعلمنا الكتاب من خلال الإعلام. الإسلام برقية قل لي تاع العالم لمات الله يرحمه، لا لمات كان مدير جريدة العالم المساري العربي محمود العربي المساري رحمه الله، مصطفى العلم وأسماء كثيرة. أختصر فأقول لكم تحية رجال الإعلام، وقد لا أقول للمثقفين سلام عليكم لأنهم أكثر، ومع ذلك أقول احتراماتي لكم. وعز فوق البخاري مش لك يقول عز فوق البخاري، والسيدنا يمكن هذا هو المصطلح اللي تطبقوه، عز فوق البخاري. شكرا للقائمين على هذا الحفل، وبارك الله لنا فيكم جميعا.